المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: إريتريا تشارك في الدورة 37 العادية للاتحاد الأفريقي. فرع وزارة الصحة بالإقليم الأوسط يناقش التحديات التي تواجه تنفيذ برامجه. الدراجون الإريتريون يتألقون في المرحلة الثالثة من طواف رواندا. مجلس الأمن يرفض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة. وزيرا الخارجية الصيني والإسباني يتوصلان إلى توافق واسع النطاق. واستراليا تريد بناء أكبر قوة بحرية لها منذ الحرب العالمية الثانية. أهلا بكم مشاهدينا. شارك الوفد الإريتري برئاسة القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا الممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا السيد بنيام برهي، شارك في الدورة 37 العادية للاتحاد الأفريقي التي عقدت في أديس أبابا في الفترة من 14 وحتى 18 من فبراير الجاري. وناقش الاجتماع الذي عقد تحت شعار بناء وتطوير مناهج القرن ال21 ناقش إصلاح الاتحاد الأفريقي وتنفيذ أجندة 2023 وغيرها من القضايا الأفريقية المهمة. وانتخب خلال المناقشات الرئيس الموريتاني رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2024. وجدد الاتحاد الأفريقي إدانته للعقوبات غير القانونية والأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إريتريا وزيمبابوي وجنوب السودان، ودعا إلى رفعها فورا. وشارك الوفد الإريتري بنشاط في مختلف مواضيع الاجتماع، وقال أن إريتريا تضع التعليم ضمن الأولويات القصوى في أجندة التنمية الوطنية، وتؤمن بأن المواطنين يمكنهم إحداث التغيير الاقتصادي المنشود من خلال التعليم الجيد وتنمية الموارد البشرية. وقال أنها توفر التعليم المجاني وتضمن تقديم التعليم الابتدائي بلغة الأم. وقال أيضا أنه يتعين بذل الجهود لضمان أن أفريقيا يمكن أن تأخذ مكانها الصحيح في النظام العالمي مع العالم الناشئ متعدد الاقتصادات. وفي الختام ذكر الوفد الإريتري الاتحاد الأفريقي بالتركيز على الأولويات الاستراتيجية لتمويل برامجه ذاتيا، فضلا عن النهج المبتكر لتعبئة الموارد المحلية. عقد فرع وزارة الصحة بالإقليم الأوسط يومي 19 و20 من فبراير الجاري اجتماعا لمناقشة التحديات التي واجهت تنفيذ برامج 2023. وقدم ممثلو مستشفى حزحز الإقليمي ومستشفيات قدايف وعداق حموس وبيت مخاء العمومية والمؤسسات الصحية في قال نفحي وسرجغة وبريخ وكذلك وحداتها، قدمت تقارير مفصلة مصحوبة بالأرقام. وتضمنت التقارير تغطية المرافق الصحية من حيث عدد السكان والموارد البشرية المهنية والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية، وإمدادات الأدوية والبرامج التي تم تنفيذها والخدمات الطبية والسريرية والرعاية قبل الولادة وبعدها والرعاية الصحية للأسرة والمجتمع والصحة البيئية، فضلا عن تغطية التطعيم وغيرها من الأنشطة. وبحسب رئيس الفرع فقد تم بذل الجهود لعلاج مرض التراكوما وأعراضه، وتم تنفيذ برامج الإصحاح البيئي بشكل كامل في القرى، وتم أيضا إيضاح أوضاع وانتشار مرض الإيدز من خلال الأبحاث، وتم تطوير نقطة حمبرتي الصحية إلى مركز صحي، وبدأ مستشفى بيت مخاء العمومي في تقديم خدمات الولادة وغيرها من الأنشطة. كما تجري التجهيزات لبدء مستشفى عداقة حموس الخدمات على مدار 24 ساعة. وبعد المناقشة المعمقة اقترح المشاركون معالجة النقص في الإمدادات والمرافق وإصلاح البنية التحتية الصحية وتوسيعها، وضرورة العمل الجاد لمكافحة الأمراض الشائعة. وفي ملاحظاتهما الختامية أشادت وزيرة الصحة أمينة نور حسين وحاكم الإقليم الأوسط السيد في السهية هيدي بالبرامج المنفذة، وحث على تعزيز التعاون الوثيق لضمان البرامج التي تركز على المرضى والنظر إلى خدمات الصحة العامة في سياق الأهداف الوطنية والدولية. افتتحت الجمعية الوطنية لقدامى المحاربين المعاقين فرع إقليم القاشبركة خلال أو في يوم 20 من فبراير مركزا للتمارين الرياضية في بارنتو. وافتتح المركز قائد القيادة الغربية العميد أيوب في السهاية وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جبرة.
وفي حديثه بهذه المناسبة قال السيد رزاني مبرهتو رئيس الخدمات الطبية في الجمعية الوطنية لقدامى المحاربين المعاقين أن المركز هو استمرار للمراكز التي تم افتتاحها سابقا في أسمرة وكرن ومندفرة، وأضاف أن الهدف هو ضمان صحة المعاقين وقوتهم البدنية وزيادة إنتاجيتهم. ووجه رئيس قسم إعادة التأهيل والإدماج إبراهام كفلتيون الشكر لفرع الجمعية في شتوتغارت وفرع المرأة في ألمانيا على مساهمتهما الكبيرة لإنجاز هذا المركز، داعيا الأعضاء للاستخدام الجيد. وفي كلمته الختامية حث رئيس فرع القاش بركة السيد تسفالدة مبرهتو الأعضاء على ضمان صحتهم من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المنتظمة وفقا لقدراتهم. قام مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية أفعبت بتكريم الطلاب الذين حصلوا على علامات عالية في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2022-2023. وقد تم تكريم الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 80% من العلامات في حفل أقيم في مدينة أفعبت خلال 18 من فبراير. وتسلم الفائزون الجائزة المتمثلة في كتب تساعد في مسيرتهم التعليمية المقبلة، تسلموها من مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب. وشهدت المناسبة تخريج أكثر من 200 طالب من الدورات التدريبية المختلفة التي نظمها الشباب. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز من الأول إلى الثالث في مسابقات المعلومات العامة. حصل الدراجون الإريتريون على 4 قمصان شرف في المرحلة الثالثة من طواف رواندا في النسخة السادسة عشر والتي جرت اليوم. واحتل عضو المكتب المنتخب الإريتري الدراج إخليل والرفايني المركز السادس في المرحلة الثالثة من طواف رواندا والتي امتدت إلى 140.3 كيلومتر. واحتل الدراج داويت يماني المحترف في فريق بايك إيد المركز العشرين، فيما احتل أصغر عضو في المنتخب الإريتري يافيت مونغيتا المركز الثاني والعشرين. وفاز الكولومبي المخضرم يوناثان ريستيربيو بسباق المرحلة في 3 ساعات و46 دقيقة و41 ثانية بسرعة بلغت 37.1 كيلومتر في الساعة. وأنهى اللاعبان الأولمبيان مرهاوي قدوس وناهم زرآية السباحة على الركن من سقوطهما على المطمار متأخران بدقيقتين. وفاز الدراج خليل الرفايني البالغ من العمر 19 عاما ب3 قمصان شرف في 3 مراحل، وهي أفضل دراج شاب في المراحل الثلاث وأفضل دراج أفريقي وأفضل قمصان أفريقية. وتصدر خليل السباق الجاري للظفر بقميص أفضل شاب في 7 ساعات و4 دقائق و12 ثانية، بينما احتل زميله يافيت مونغيتا المركز الثالث بفارق 16 ثانية عن خليل. كما احتل عضو نادي بايك إيد الدراج يوئيل هبتآب المركز العاشر، مما جعل إريتريا تدخل 3 متسابقين شباب ضمن أفضل 10 متسابقين شباب. وفي السباق على القميص الأصفر صعد الدراج خليل 5 مراكز ليحتل المركز السادس بفارق 5 ثوان فقط عن المتصدر الفرنسي كوك ستيب. بالإضافة إلى ذلك فإن الأداء الرائع الذي قدمه يوئيل هبتآب على في هذه المرحلة القوية أكسبه قميص الأسد برصيد 32 نقطة. وفاز الدراجون الإريتريون ب4 قمصان في 3 مراحل، وبذلك نالوا إعجاب ورضا عشاق اللعبة. ولا يزال المنتخب الإريتري يتصدر المنتخبات الوطنية ب21 ساعة و36 دقيقة و40 ثانية، لكنه يحتل المركز السادس في تصنيف الأندية والمنتخبات الوطنية. وتتواصل الجولة السادسة عشر والتي تستضيفها رواندا غدا بمرحلة رابعة تمتد لمسافة 93 كيلومترا. استشهد المناضل الرائد محرتاب تسفازجي مدير القسم الفني السابق بوزارة النقل والاتصالات في 19 من فبراير الجاري عن عمر ناهز 89 عاما إثر وعكة صحية ألمت به. وانضم المناضل محرتاب تسفازجي إلى قوات التحرير الشعبية عام 1975، وعمل كمسؤول القسم الفني في إدارة النقل أثناء النضال وفي شرطة مرور الإقليم الأوسط بعد الاستقلال، وهو متزوج وأب ل9 أبناء. وأقيمت مراسم تشييعه ظهر اليوم 20 من فبراير في مقبرة الشهداء بأسمران. هذا وتعرب وزارة المواصلات والاتصالات عن تعزيها لعائلة ورفاقه وزملاء المناضل الرائد محرت آب تسفا إزجي.
مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. صوت مجلس الأمن الدولي برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام واشنطن حق الفيتو. وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: أتفهم رغبة مجلس الأمن في التحرك بسرعة، لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم بالمنطقة. وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت. وطالب مشروع القرار بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف، كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وتم اعتماد قرار مجلس الأمن الرقم 2712 مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، كما تم اعتماد القرار 2720 مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 من ديسمبر 2023. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصين مستعدة للعمل مع إسبانيا لإقامة علاقة ثنائية ذات تصميم استراتيجي، ما يوفر زخما جديدا في نهضة وتنمية البلدين ويضخ حيوية جديدة في العلاقات بين الصين وأوروبا. وأدلى وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريز. وأضاف أن الصين تعتبر إسبانيا شريكا جديرا بالثقة وجيدا في الاتحاد الأوروبي. وفي معرض عرضه للتوافق الواسع الذي تم التوصل إليه، قال وانغ أن الجانبين اتفقا على أن الثقة الاستراتيجية المتبادلة هي الركيزة الأساسية لتنمية العلاقات الصينية الإسبانية. كما سيواصل الجانبان زخم التبادلات رفيعة المستوى، ويخلقان مناخا سياسيا ملائما، ويعيدان التأكيد على احترامهما المتبادل للمصالح الأساسية والشواغل الرئيسية وفق وانغ. كشفت أستراليا عن الخطوط العريضة لخطة مدتها 10 سنوات تستهدف مضاعفة أسطولها من السفن الحربية الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 7 مليارات دولار إضافية، وذلك في مواجهة سباق التسلح المتسارع في آسيا والمحيط الهادي. بموجب الخطة، ستحصل أستراليا على قوة بحرية مكونة من 26 سفينة سطحية مقاتلة، ارتفاعا من 11 حاليا، وهو ما وصفه وزير الدفاع ريتشارد مارلز قائلا: هذا أكبر أسطول سنحصل عليه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وستبني أستراليا 6 فرقاطات من طراز هانتر و11 فرقاطة متعددة الأدوار و6 سفن حربية حديثة لا تحتاج إلى طاقم. وسيزود عدد من السفن بصواريخ توماهوك القادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى وعميقة داخل أراضي العدو، وهي أداة مهمة للردع. ومن أجل تنفيذ هذه الخطة، ستزيد أستراليا إنفاقها الدفاعي إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد على هدف 2% والذي حدده حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي الناتو. شهدت ولاية كاليفورنيا عاصفة قوية جلبت معها أمطارا غزيرة ورياحا شديدة، ما تسبب في حدوث فيضانات وتجمع المياه عند مدارج المطار، واضطرت فرق الإنقاذ إلى التدخل لإنجاء بعض المواطنين المحاصرين. وتم إغلاق مطار سانتا باربرا المحلي وتعليق الرحلات بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار أغرقت مدارج الطائرات، وبلغت كمية هطول الأمطار حوالي 25 سنتيمترا في المنطقة. وكانت هيئة الإرصاد الجوية الأمريكية قد حذرت من أن الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا معرض لخطر حدوث فيضانات كبيرة مع توقع هطول أمطار، ومن المتوقع أن تتأثر سلاسل جبال سانتا ينز بالعاصفة التي تتجه نحو لوس أنجلوس. وفي مقاطعة سان لويس أوبيسبو تدخلت فرق الإنقاذ لسحب 3 أشخاص من نهر ساليناس في مدينة باسو روبلز. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إريتريا تشارك في الدورة 37 للاتحاد الأفريقي.
وزارة الصحة بالإقليم الأوسط تناقش التحديات التي تواجه تنفيذ برامجها. الدراجون الإريتريون يتألقون في المرحلة الثالثة من طواف رواندا. مجلس الأمن يرفض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة. وزيرا الخارجية الصيني والإسباني يتوصلان إلى توافق واسع النطاق. أستراليا تريد بناء أكبر قوة بحرية لها منذ الحرب العالمية الثانية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم.